قلت لك 100 مره اليافطه لازم تتنضف، والنساء الحي لسه ملمعه. وايه ريحه الكمكمه دي؟ افتح الشبابيك. اصل انا بخاف من الدبان. دبان ايه؟ افتح الشبابيك. هو سيادتك عندك اجتماع؟ في اجتماع. احضر المسائل. حضر المسائل. على البركة. فيفي تأمر يا أستاذ. خديها فهميها الشغل هنا ماشي ازاي وتدربيها بنفسك على كل حاجة. ها؟ أمرك يا أستاذ. أنا متشكرة جدا يا أستاذ طلال، إن شاء الله أكون عند حسن ظن. انما نقول له مين سيادتك؟ رباب هو عارف. اهلا 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 اهلا. ايه الحلاوه دي؟ خش. اللي يدخل هنا يبقى من اهل البيت على طول. هو ده بيت؟ بيت مكتب، المهم ان هو مكان امن ومريح ودمه خفيف. انا كنت خايف لا ما نجيش. أنا لما أوعد ما خلفش. وده مين بسلامته؟ ده بابا الله يرحمه. ده شكله باشا بحقه حقيقي. امال انت فاكراني ايه؟ باشا تايواني؟ الصورة دي بابا صورها في بهو القصر الملكي بعد ما حلف في اليمين قدام جلالة الملك. كان أول مرة يمسك فيها وزارة الأشغال العمومية. عشان كده وافقت أجيلك يا باشا، عشان يبقى في حياتي حاجة أفتخر بيها. اسمي في يوم من الأيام عرفت باشا بحق وحقيقي، بدل الهم اللي أنا فيه. واديك بتشوف الأشكال اللي في البار. دمك زي العسل. بس ماليش بخت يا باشا. فين الحمام؟ لما تخرجي كده هتلاقيها على ايدك اليمين على طول. عن إذنك. كله تمام يا سعاده الباشا. انا هغيب ساعتين ثلاثه كده، هقابل ملاك اخويا في موضوع كده يعني بنخلصه. خد راحتك. هو الباب اتفتح واتقفل؟ هو كده بالظبط. انا احب الست العمليه. بصي، انا عرفت الستات بعدد شعر راسي، من الاميرات للخدامات، بشرفي ما شفت زيك. يا راجل بقول لك الباب. باب ايه؟ ده فانوس. خرج، هيتاخر، هيغيب. السلام. هو ده مكتب محاسبة ولا استيراد وتصدير ولا محاماة؟ يعني يهمك قوي في شغلنا اذا كان ده محاسبه ولا محاماه؟ ده مكتب هندسه. انا اصلي مهندس، باش مهندس. أمال يعني مش شايفة هندسة؟ المكتب ده انا عملته بعد ما رجعت من فرنسا. الشهاده بتاعتي من فرنسا. على كده بتعرف فرنساوي؟ ايه اللي بعرف فرنساوي؟ هتعرفي بنفسك قد ايه انا متمكن من الفرنساوي. يا باشا بطلت هندسة ليه؟ البلد دلوقتي مش محتاجه مهندسين، محتاجه صيع وحراميه. هو احنا هننام فين يا باشا؟ في اوضه الاجتماعات. الراجل وصل النادي من تلت ساعة. يا عذرا يا ام النعم، ملاك مهما حصل بيني وبين الراجل انت مالكش اي دخل. فاهم يا اخويا. هو عارف اننا هنقابله، هو اللي مدي الميعاد بنفسه، سايب لنا خبر على الباب عشان يدخلونا.
ها، جبتوا الفلوس؟ طبعا يا باشا، احنا ناس عند كلمتنا، والمسيح الحي يشهد علينا يوم القيامه. ملاك اخويا انا جبته مخصوص عشان تشوف بنفسك قد ايه هو راجل دغري ومحترم. شوف يا فانوس، انا مش مطلوب مني ان انا اعمل فيش وتشبيه لكل واحد هيسكن على السطح. هو مش هيسكن يا باشا، الاوضه اللي على السطح دي من يوم ما صاحبها مات وهي مقفوله، وملك اخويا زي ما انت عارف ترزي قمصان، يعني هيقعد يشتغل طول النهار واخر الليل هيروح لبيته، ما هو عنده بيت وعيله واولاد وحمله تقيل. ما علينا، معاكم الفلوس؟ مش كلها، القبط المخلص للرب ما يعرفش يكتب. والقبط المخلص للرب هو اللي يحترم اتفاقه. انا قلت 6 بواكي، اكتب عقد بكده؟ 4 يا فكري. والمسيح الحي احنا عارفين ان انت هتشملنا بعطفك. انت ياما عملت خير كتير في الناس كلها، وياما اترفعت في قضايا ما خدتش اتعاب من اصحابها. اعتبرنا قضيه من قضاياك يا اخي. وده مسكين، ده عنده كوب لحم والكنيسه بتحسن عليه، وانا اهو زي ما حضرتك شايف اهو صاحب معاها مش قادر اساعده. وانت بتعمل خير كتير. ابونا في الكنيسه هو اللي قال لي ده احنا اولاد معموديه واحده. انت بتعمل ايه؟ خلاص، سيبوا الفلوس، واي واحد منكم يبقى يجي لي بالليل ياخد العقد. ربنا يعوض تعب محبتك. طبعا يا فندم، في كل الالوان اللي حضرتك تتخيلها، بس على فكره تسليم في خلال 3 شهور. خير يا بابا، في حاجة ولا ايه؟ لا مفيش. امال مالك شكلك كده مش مظبوط؟ يعني بالي مشغول، بس اطمن، يعني اللي شاغل بالي حاجه ملهاش علاقه بالشغل نهائي. تضرب سيجارة ملفوفة؟ يا سلام، ده اوانها. فوزي، الشيخ السمان عاوز يشوفك انت واخواتك، وانا عاوزكم تسمعوه كويس. خير يا حاج. اما تقابلوها تعرفها. اهلا الصباح يا حاج. طمني، اخبار الجماعه بتوع اليابان ايه؟ 100. اعتبر المسألة دي عندنا خلاص. على البركه. ربنا يحوش عننا الكلاب اللي بتتلم حوالين الذبيحه. بالحق يا حاج، انا نسيت اقول لك. سليم زعتر مستخلص الجمارك فتح مكتب جديد وعلى الواسع، وراسه 1000 سيف ان انت لازم تحضر الافتتاح. يستحق، هروح له. مش فيفي لقيت لي شغلانه جديده في محل ملابس؟ شغلانه فين بقى ان شاء الله؟ عند واحد اسمه طلال الشام. جرالك ايه يا ابو سعيد؟ هي الدنيا ضاقت؟ مفيش غير طلال الشامي اللي هتشتغلي عنده؟ وطي حسك. ماله طلال؟ سمعته زي الزفت. وانت مش عارفك بيه ولا بسمعته؟ كنت اشتغلت عنده؟ بقول لك ايه، المنطقه كلها انا عارفها شبر شبر، وعارف ناسها نفر نفر، انا مولود فيها ومتربي فيها. على العموم انا ما شفتش منه حاجه وحشه. ما انت هتشوفي. والله لما اشوف بقى يبقى يحلها ربنا. لكن دول 250 جنيه في الشهر عشان اعيش انا واخواتي، عايزين قدهم 3 4 مرات. امي بتخدم في البيوت عشان تلم 300 جنيه في الشهر وبترجع مهدوده، وابويا مات وعليه ديون. الديانه بقى في اللي سامحه وفي اللي لسه بيطالب بحقه، واحنا لازم ندفع الدين اللي عليه زي الشرع ما قال، ولا مش هيدخل الجنه. وانت جاي تقول لي طلال سمعته وحشه؟ ومين عندك في البلد دي سمعته مش وحشه؟ ولا هو كلام وبس؟ واسمع بقى اما اقول لك، اذا كان على الدبله الفضه اللي في صباعي دي اتفضل اهي. انت مش هتعمل عليا ضابط بوليس من دلوقتي. سعد الباشا، لك يا باشا، يا باشا. سيادتك تعبان؟ انت تعبان؟ اجيب دكتور؟ الساعة كام؟ 7:30. الساعه بتاعتي فين؟
في حاجه يا باشا؟ المحفظة بتاعتي كان فيها 900 جنيه. أنا سرقت يا فانوس. البنت خدت كل حاجة. دي خدت الخاتم بتاع دولة أختي، وخدت طقم أقلام دهب. موميس تاخد طقم أقلام دهب تعمل بيه إيه؟ يا هتبيعه يا هتديه لعشقها. احنا نبلغ البوليس. بوليس إيه؟ أنت حمار. أقول لهم إيه؟ مش مهم الفلوس، المهم الخاتم بتاع دولة لازم يرجع.